كتير بتيجي تشتري حاجه معينه وتكون عاجباكي جدا وتروحي تلبسيها تحسي ان هي مش حلوه عليكي، انها بتكون حلوه على ناس كتير وبتشوفي ناس كتير لابساها، فممكن ان انت تجيبيها لكن في الغالب هتركنيها عشان انت مش عاجباكي من الاول، او انها هتسبب لك ضغط كده نفسي وتحسك اللي هو انا عايزه اخس او انا عايزه اتخن. جسم جميل وفريد ومش شرط ان انت تكوني محتاجه ان انت تخسي او محتاجه ان انت تتخني وتغيري في شكل جسمك، لكن انت محتاجه تعرفي شكل الجسم بتاعك ايه بالظبط وتعرفي ايه اللي تتجنبيه وايه اللي تعتمديه، تعرفي تعملي له ستايلنج يعني بالطريقه الصح اللي تناسبه هو. ايه هي دي فكره سلسله الفيديوز دي. في الفيديوز دي بنتكلم عن كل شيب لوحده وازاي نعمل له ستايلنج بالطريقه اللي تناسبه هو، والدور المره دي على جسم المستطيل. جايز واتساب، انا مثلا كنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني لبنه صح وازاي نلبس لو احنا بتيتو، ازاي نعرف الستايل بتاعنا وعن الهدوم المستعمله وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما، فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. يلا بينا نبدا نتكلم عنه بقى، ايه اللي يناسبه من ناحيه بقى التوبس، من ناحيه البوتومز، من ناحيه بقى الجواكت، كل حاجه هنتكلم عنها في الفيديو ده. يلا بينا. لو لسه مش عارفه تحددي شكل الجسم بتاعك بالظبط او مش متاكده فتقدري تشوفي الفيديو دوت، هسيب لك بردك اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس تحت، تلاقي فيه ازاي تعرفي شكل الجسم بتاعك وازاي تاخدي مقاساتك بحيث ان انتي تعرفي شكل الشيب بتاعك ايه. الجسم المستطيل عموما هو جسم ما فيهوش تجسيمه، فاحنا نقدر نلعب بالهدوم براحتنا وبالستايلنج براحتنا بحيث ان احنا نعمل له شيب زي ما احنا عايزين، ودي بردك من الحاجات اللي بتميز الجسم المستطيل. بالنسبه للتوبس ركزي على التوبس اللي تكون قصه الرقبه بتاعتها في لاين او راي، كمان هيكون فيها تفاصيل في الكتف من هنا هتكون حلوه جدا ومناسبه للشيب بتاعك، وهتعمل فوليوم للجزء اللي من تحت. دي قصه الكمام اللي مناسبه جدا للشيب بتاعك وتعمل له فوليوم كده وتعمل له اضافه بما انه ما فيهوش اي تجسيمه او ما فيهوش اي شيب. بالنسبه بقى لايه اللي تتجنبيه في التوبس، فتجنبي القصات بتاعه الرقبه ديت، قصه القارب اللي هي بتكون عامله زي الصوره دي كده لانها هتعمل عرض للكتف، الحوض اللي هو بيكون حوض مربع وبردك الكتف وكتف لان الحاجات دي هتبرز الكتف وهي هتعمل له حده اكتر. وتجنبي التوبس اللي تكون بردك على مقاسك بالظبط لانها بردك هتبرز شكل جسمك الطبيعي. بردك تجنبي اي حاجه فيها شولدر بادز لانها هتعمل حده للكتف. شولدر بادز اللي هي اسمها ايه كل مره بنساها، الاوبليتات. الاوبليتات بردك هتعمل حده للكتف وهتبرزه اكتر. وبردك تجنبي اي قطعه تكون قصتها بوكسي او مربعه لانها هتبرز ان الجسم مستطيل اكتر وانه ما فيهوش شيب او ما فيهوش شكل. واخر حاجه تتجنبيها هي القطع الكروب او اي توب يكون كروب لانه بردك هيبرز ان جسمك مستطيل وما فيهوش كيرف او ما فيهوش تجسيمه. نيجي بقى للجزء بتاع البنطلونات، ايه اللي تعتمديه وايه اللي تتجنبيه. اختار البنطلونات اللي هتكون مناسبه ليكي، والتراوزرز او البنطلونات المتخيطه، البنطلونات القماش دي من احلى الحاجات اللي ممكن تلبسيها لانها هتعمل لك فوليوم كده في جسمك، بالذات لو حددتي الوسط بحزام وضمتيه هيعمل لك شكل حلو جدا في جسمك. ولبستي مثلا عليهم قميص ابيض كده ويكون واسع شويه وتفتحيه 7 كده وتلبسي تحتيه مثلا توب ولا حاجه هيبقوا حلوين جدا ومناسبين جدا، وعليهم مثلا كوت هيعمل لك شكل في جسمك وهيبقى حلو جدا ومناسب جدا للشيب بتاعك. الوايد ليج بردك من الحاجات اللي حلوه جدا بالنسبه للشيب بتاعك، بس اختاريه يكون ميد رايز، هيعمل لك ويست وهمي وهيعمل لك فوليوم في منطقه الهيبس من تحت يكون متناسب جدا مع شكل الشيب بتاعك. النقطه هنتكلم فيها في الموضوع ده انك دايما تهتمي بشكل الجيوب علشان تعمل لك هانش وعشان تبرز المنطقه دي وتخلي شكلها احسن. بالنسبه بقى للي تتجنبيه، تجنبي طبعا اللو ويست لانه هيبرز ان جسمك ما فيهوش تجسيمه وهيعمل الجسم كده نصين ومش هيبقى حلو. البنطلون البوي فريند والبنطلونات الباجي عموما لانها بردك مش هتعمل لك شيب ومش هتعمل لك ويست، فهتخلي شكلك كده ستايلك رايح على البوي اكتر اللي هو الولادي اكتر، يعني مش هتعمل شكل انثوي او جسم انثوي. في نفس الوقت زي ما قلنا طبعا مش هتعمل تجسيمه ومش هتعمل شكل للجسم وبردك هتخلي شكل الهانش اصغر. حاجه بقى هي الفساتين والجيبات، زي ما قلنا ان الجسم بتاع المستطيل ما بيبقاش فيه تجسيمه معينه فاحنا نقدر نعمل الموضوع ده بالهدوم، فالموضوع ده بيكون مسلي جدا لما الشخص يكون فاهم جسمه بجد. فاهم حاجه ان احنا نختار اي فستان يكون فيه فوليوم من فوق وفوليوم من تحت ويكون وسطه متحدد، يعني زي مثلا الفستان مثلا يكون فيه بافي سليفز مثلا خفيفه مثلا وشكلها ناعم علشان ما تعملش حده في الكتف، مثلا يكون الصدر 7 مثلا والوسط متحدد ونازل مثلا بكسر كده هيبقى حلو جدا فستان زي كده وهيعمل شكل للجسم غير شكله اصلا الطبيعي. وبردك بالنسبه للجيبات زي ما قلنا نختار بردك الحاجه اللي تكون فيها وسط، غالبا بردك هنختار الجيبه اللي هي كالوش او النص كالوش لانها من الحاجات اللي بتعمل وسط وهتخلي بردك شكل الشيب بتاعنا احلى. وتاني حاجه ايه الحاجات اللي تتجنبيها بالنسبه للجيبات والفساتين، الحاجات اللي تتجنبيها الحاجات الواسعه اوفر اللي ما فيهاش شيب ما فيهاش تجسيمه، الجيبات المربعه، بردك الفساتين اللي هي ما فيهاش وسط وما فيهاش اي تحديد لاي حاجه في الجسم بردك مش هتبقى حلوه، هتبرز ان الجسم مستطيل ومش هتديله شيب حلو.
بالنسبه بقى للجواكت، فالجواكت انسب حاجه ليكي هو الترنش والوارب، وعموما اي حاجه عموما وارب، واي حاجه سواء بقى في فستان سواء في بلوزه سواء في جاكيت هتبقى حلوه جدا. لان الوارب اي حاجه وارب ميزتها ان هي بتعمل وسطين، احنا بنقفل الجزئين كده على بعض وبنضم بحزام او بحاجه، فبتعمل شيب حلو قوي للجسم، فهي هتكون مناسبه ليكي واختيارك الامثل، والحاجه اللي هي ايه سهل ان انا اختارها من غير ما افكر كتير. فبالتالي الجوتس الوارب اللي زي مثلا ده كده هتبقى حلوه قوي، والترنش طبعا هيبقى حلو جدا. وبرضك الحاجات الستريت او الكوتس الستريت، اللونج كوتس بس تكون بشيب البليزر، برضك اختاري بليزر ما يكونش مثلا فيه شولدر بادز كتير علشان ما يعملكيش حده في الكتف، لكن اختاري ان هو يكون فيه بنس من عند الوسط كده، بحيث ان هي تعمل لك شيب كده تخلي الجسم معمول له شيب، دي بتبقى حلوه جدا. وطبعا يكون فيها تفاصيل عند الجزء بتاع الجيوب دوت، بحيث ان هي تعمل لك فوليوم في الجزء اللي من تحت. اخر حاجه هي الحاجات اللي تتجنبيها، هي الحاجات اللي بقصه بوكسي، يعني ما فيهاش اي تفاصيل نازله كده مربعه، لانها طبعا هتعمل جسمك مستطيل اكتر وهتبرز شكله اكتر. لو انتي رفيعه فهتخلي برضك جسمك عايم وسط الهدوم وكده. طبعا الجواكت الكروب زي ما قلنا برضك في التوبس نفس الموضوع ينطبق على الجواكت، ما تختاريش برضك الحاجات الكروب لانها هتبرز برضك ان جسمك ما فيهوش كيرف وان جسمك نازل مستطيل. اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى تكون الفيديو عجبكم. باي.